عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي الأحبات، هل فكرتم أن هذا هو الشهر الأخير من العطلة؟ الوقت يمر بسرعة والمدارس على الأبواب، حتى لا نتفاجأ وندخل الدراسة بدون استعداد. جئتكم اليوم بأفضل خطة للاستفادة من هذا الشهر بين الاستماع والتحضير. جهزوا أنفسكم وشدوا الهمة وهيا بنا. هل سألنا نفسنا بضعة أسئلة؟ كيف سنستغل الوقت المتبقي في الترفيه والنفسي والوقت؟ نجهز نفسنا. فالجواب يكمن في التقسيم، في تخصيص الأسابيع الأولى للأنشطة والرحلات، والأسبوعين الأخيرين للتجهيز التدريجي. وكيف نتغلب على الكسل، العطلة، وصعوبة الاستيقاظ مبكرا؟ طبعا البدء بتعديل النوم تدريجيا قبل بداية المدرسة ب10 أيام على الأقل، أو تقديم وقت النوم 15 إلى 30 دقيقة يوميا. يمكنكم الذهاب إلى الفيديو الذي نشرته في الحلقات السابقة عن كيفية تنظيم الوقت، سيساعدكم جيدا، وهو يتحدث عن خطة تنظيم النوم. ما هي أهم الخطوات لنتفادى التوتر أول يوم تحضير للمدرسة؟ التحضير المبكر للمستلزمات وتنظيف وترتيب مكان الدراسة في البيت. حتى لو لم يكن المكتب غالي الثمن، فنحن يجب أن نرتبه على الأقل. يجب أن يكون جميلا ومرتبا وله طاقة إيجابية. أما خطتي للشهر الأخير، الأسابيع ال4. الأسبوع الأول دائما أتركه للاستمتاع بالصيف، خصيصا للرحلات، الخروج مع الأصدقاء، وممارسة الهوايات بدون تفكير في الدراسة. أما الأسبوع الثاني، الترتيب الذهني والشخصي. أعتني بنفسي، أعود للقراءة والأنشطة الخفيفة لتنشيط العقل، كقراءة القصص المتنوعة. أحب أنا قراءة القصص جدا، وهذا تزيد من معلوماتنا وثقافتنا في الكلمات. أما الأسبوع الثالث، تجهيز الأدوات والمستلزمات للدراسة، شراء الأدوات المدرسية، ترتيب الملابس، وتنظيم المكتب للدراسة. دائما عندما نريد أن ننظم مكتب، ننظم غرفة للدراسة، وهكذا سنرتاح نفسيتنا قليلا، ولن نشعر بأننا فقط في جو للدراسة. هكذا سيرتاح عقلنا. لا يجب أن يكون مكتبا من أفخم المكاتب أو من أرخص. يجب أن يكون مكتب نظيف وغرفة هادئة، حتى لو طاولة صغيرة أدرس فوقها، ويجب أن تكون غرفتك نظيفة. أما الأسبوع الأخير فهو الأسبوع الرابع، نعدل الروتين والتهيئة، ضبط ساعات النوم وتقليل ساعات الشاشة، وتحضير قائمة بأهداف للعام الجديد. سأعطيكم بضعة أهداف، ولهذا جئتكم بالهدف الأول: اقتناء مستلزمات دراسية تبهجني، وخوض تجربة تسوق ممتعة لاختيار بعض الأدوات كالحقيبة لشحن طاقتك بملمس جمالي جديد، دفتر مميز، أقلام رائعة. أيضا تصفح خاطف ولطيف للموارد، إعطاء نظرة سريعة على عناوين الدروس المقروءة بدافع الفضول واستكشاف فقط دون البدء في الحفظ أو الشرح. يعني تصفح الدراسة يعني لا أن نبدأ في مواضيع الدروس بدءا خاطفا، لكن فقط أن نعرف العناوين وما يدور عن تلك الدروس. حبيباتي، والهدف الثالث مراجعة خفيفة لمهارة واحدة، وهي تحسين مهارة بسيطة ومفيدة، مثل تعلم بعض الكلمات بلغة جديدة، أو تدريب على خططك لمدة 10 دقائق يوميا دون أي ضغط مادي أو معنوي. يعني لا نضيع وقتنا فقط في مادة التي نعرفها، نتعلم مادة جديدة. يا رب تكون حلقة اليوم خفيفة
لطيفة واستفدتوا منها يا حبيباتي. إذا عجبكم المقطع ضعوا لي لايك واشتركوا بالقناة حتى ينزل لكم دائما كل جديد يناسبكم. استودعكم الله ومع السلامة. أراكم في حلقة جديدة ونتقابل على خير إن شاء الله. مع السلامة.